معكم دكتورة كوثر بن عبد الله، أخصائية في أمراض النساء والتوليد في المصحة الدولية رياض النخيل. مع الاقتراب ديال العيد الأضحى المبارك ومع مجموعة من الترتيبات اللي كتقوم في هذه الفترة هذه، عندنا مجموعة ديال النصائح اللي غنقدموها للمرأة الحاملة باش نتجنبوا مجموعة ديال المشاكل الصحية اللي كتوقع لنا في هذه الفترة هذه من سنة. يعني اكثر سؤال كنتلقاوه هو بالنسبه للتناول ديال الكبد في هذه الفتره. دونك الكبد حنا كنعرفوا ديال الاضحيه عنده مجموعه الفوائد، الحديد اللي هي ماده اللي هي مهمه واللي كتوقينا من الانيميا، عندنا التواجد ديال لاسيد فوليك اللي هو حمض الفوليك اللي هو ضروري بالنسبه للمراه الحامل، اللي كيمنعنا من مجموعه التشوهات ديال الجهاز العصبي وديال الغده الدرقيه بالنسبه للجنين. وعندنا العنصر اللي هو مهم اللي هو الفيتامين A اللي هو موجود على شكل غيتينول بالنسبه للحيوانات. هذا الغيتينول كنركزوا عليه بزاف لانه هو اللي كيقدر يعطينا تشوهات خلقيه، ولذلك حنا كنصحوا المراه الحامل باش تتفادى تناول الكبد في الثلاث شهور الاولى من الحمل ديالها. علاش؟ لان هذا الفيتامين A اذا تم التناول ديالو بكميات اللي هي مفرطه كيقدر يعطينا هاد التشوهات الخلقيه عند الجنين. دونك حنا كنصحوهم باش يتفاداوها في 3 شهور الاولى بطبيعه الحال. بالنسبه لما بعد هاد الفتره، يعني من الشهر الرابع للفوق، ما كاينش مشكل ان المراه تتناولها، غير هو خص تكون بواحد الكميات اللي هي قليله، يعني اللي ما تعداش لنا واحد 200 غرام في الاسبوعين. الحاجه الثانيه كيسولونا ديما على الكميات ديال اللحوم اللي تقدر تتخذ. ما نقدروش نعطيو واحد الكميه اللي محدده، ولكن اللي كنصحوا ان الكميه ما تكونش مفرطه، لان كنعرفوا ان المراه الحامل في هذه الفتره هذه كيكون عندها مجموعه المشاكل ديال الجهاز الهضمي، كيكون عسر الهضم، كاين مشكل ديال القيء، وكتكون مشكل ديال الاضطرابات ديال الشهيه. فبذلك كنصحوها انها دير مجموعه ديال الوجبات اللي كيكونوا متفرقين ويعني كثار على طول اليوم بكميات اللي هي ضئيله، باش كنحاولوا اننا كنتحكموا في الكميه اللي كاينه في المعده باش كنتفاداو هذا عسر الهضم وهذا المشكل ديال القيء اللي ممكن تعرض ليه المراه الحامل. عندنا واحد العنصر اللي هو خاص بالنسبه لبعض الحالات ديال الحوامل، اللي هي المراه اللي كتكون عندها لا توكسوبلازموز نيجاتيف. لا توكسوبلازموز شنو هي واحد الطفيلي اللي كيقدر يجينا من ينتقل لنا بعض القطط او في الدم ديال بعض الحيوانات، واللي ما كتكونش المراه تعرضت له قبل الحمل، وبذلك ما كتكونش عندها مناعه. هاد المراه بالضبط خصها ما تعرضش لهذا الطفيلي في فتره الحمل ديالها، وبذلك يعني فتره العيد هي فتره اللي كنكونوا كنتناولوا فيها اللحوم الحمراء بزاف، واللي ممكن هاد الطفيلي يكون فيها، وبذلك خص اللحوم تكون مطبوخه جيدا وما تتكالش نصف نهيئه، يعني خصنا نطبخوها مزيان. من الافضل تكون يعني مطبوخه بدرجه حراره اللي هي عاليه، وبذلك غادي نتفاداو هذه المجموعه ديال التشوهات الخلقيه اللي غادي تقدر تصدر لنا على هذا النوع من الطفيلي. يعني الحاجه الثانيه هو الغسل ديال دوك الاحشاء ديال الاضحيه. يعني بالنسبه حنا كمغاربه معروفه ان النساء كيعاونوا في الغسل ديال الاحشاء ديال الاضحيه. الاحشاء كيقدروا كيكونوا كيتكونوا لنا فيهم الدم، وهذاك الدم كتكون بعض المرات فيه هذيك الطفيليات. يعني المراه الحامل ما خصهاش تقيس بصفه نهائيه هذوك الاحشاء ديال الاضحيه وما تساهمش في الغسل ديالها. الحاجه الثالثه هي يعني اللحم الخروف. حنا كنعرفوا باللي فيه كميات كبيره من الدهنيات، وهذه الكميات اللي هي كبيره من الدهنيات كتطلع لنا نسبه الكوليسترول في الدم. يعني لي كونتيتي خصهم يكونوا قلال باش ما تطلعش لنا نسبه الكوليسترول في الدم ديال المراه الحامل واللي تقدر تعرضها لبعض المشاكل ديال القلب. كذلك كنصحوا كنركزوا بزاف على التناول ديال الخضروات ديال الفواكه، وما نركزوش غير على اللحم بوحديتو. يعني حنا عارفين بلي الخضروات والفواكه فيها مجموعه من الفيتامينات اللي هي اساسيه للصحه ديال المراه وديال الجنين ديالها، وكذلك كتعاوننا وكتعاون الجسم في الامتصاص ديال المواد الاساسيه اللي موجوده في هذا اللحم، وهي كتوفر كذلك على الالياف. هذه الالياف اللي كتساعد على الاحساس بالامتلاء وبالشبع، وبذلك المراه
كتقدر انها تاكل دي كونتيتي قليله من اللحم، و ميم طون كتعاون ان الامعاء ديالنا باش تقلل الامتصاص ديال ديك الدهنيات المشبعه اللي موجوده في هذا اللحم. الوغ الطريقه ديال الطهي ديال اللحم خصها من الاحسن تكون يا اما مشويه يا اما يعني مطهيه في يعني مسلوقه او لا مبخره، لان بهذه الطريقه كنقصوا الدهنيات وما كنزيدوش ديك الزيوت وديك الزبده اللي كتقدر حتى هي تطلع لنا السعرات الحراريه وتطلع لنا يعني الكميه الدهون اللي موجوده في هذه اللحوم. الحاجه الرابعه اللي غنركز عليها حتى هي بزاف، يعني في هذه الفتره كتكون مجموعه ديال يعني الاشياء، التنظيف ديال المنزل، المجهودات اللي غتقوم بها المراه باش تحاول تنظف البيت ديالها، باش تحاول تعاون في يعني في الاشغال ديال هذه الفتره هذه. كنصحوها باش ما يكونوش المجهودات كبيره، باش ما تهزش ثقل بزاف، باش تحاول على الصحه ديالها، لان حنا عارفين ديك يعني المجهود الكبير اللي كديروا المراه الحامله يقدر يؤدي لنا المشاكل ديال السيلان، مشاكل ديال الاجهاض. فبذلك المراه خصها يعني تحاول انها تخدم بطريقه اللي هي عقلانيه، وحاول انها تساعد بالافراد العائله ديالها. هذه المده كذلك هي مده اللي الناس كيتحركوا فيها بزاف وتسافروا باش يشوفوا الاهل والاحباب في هذه المده. كنصحوهم انه الا كان السفر يعني كيتعدى واحد الساعتين انه يتم توقف على طول الطريق، وانه المراه تحاول تتمشى، تحاول تشرب مزيان الماء، لان كنخافوا من المشاكل ديال تلكؤ الدم اللي هما لي مالادي ترومبو امبوليك. يعني خص تكون حركه وما تبقاش المراه غير يعني مستقره في السياره ديالها او في وسائل النقل اللي غادي تاخذ. الوغ المساله اللي مهمه كذلك هي يعني شرب الماء. شرب الماء شي حاجه اللي هي مهمه، يعني خص تكون على الاقل لترين في اليوم، و ايفيتيو يعني نحاولوا نتفاداو كاع المشروبات اللي هي غازيه، المشروبات اللي محلات بزاف، والمشروبات اللي هي اصطناعيه لانها فيها مواد اللي هي ما مزياناش للجنين. وشكرا جزيلا.